إيه يا جماعة، عاملين إيه؟ المفروض أقول لكم نهاية أسبوع سعيدة، لأني مش هاشوفكم من هنا لحد القصة الجاية، واللي هتكون عن الأبطال الخارجين، بس ده يعتبر حرق للقصة الجاية. بالنسبة للعبة، هينزل تصويت في منشورات القناة، تختاروا واحدة من الألعاب اللي ذكرتها، وأنا آسفة لو لعبة حد فيكم المفضلة مش موجودة، بس هاضيفها في التصويت الجاي. شوفوا بقى قد إيه أنا ديمقراطية. وصحيح التعليق ده أو أي تعليق زيه بيفرحني جدا، لأنه بيخليني أعرف إن في ناس مركزة مع قصص الرواية. وهقول لكم الإجابة على التعليق عشان الكل يعرف إن الحادثة ما اتذكرتش بشكل صحيح، وده بسبب الحكومة، لأن اللي حصل كان مع ناس الحكومة ما بتحبهمش، فكان عرض الخبر بأكتر شكل يسيء ليهم. وطبعا في أحداث تقطع القلب جاية في الرواية. الشويتين اللي سمعتوهم دول مجرد البداية بس. أنا كل ما أشوف التفاعل عليها قليل برجع لقصص العيلة. وبس يا جماعة، يلا بينا نبدأ قصة النهاردة. أنا اسمي لمار، كان عندي 22 سنة لما المأساة دي بدأت معايا. أنا مبرمجة، ده اللي درسته في الكلية، ودي الحاجة الوحيدة اللي بفهم فيها في الحياة. أختي الصغيرة ريماس كان عندها ساعتها 19 سنة، وكانت لسه بتدرس في الكلية. أظن بتدرس حاجة في إعلام، بس عمري ما اهتميت أتأكد هي إيه. مش فارقة. أما أبويا وأمي، تقل إيدك معايا بس وأنا هحكي لك العجب. بص يا سيدي، أنا اتخرجت من كلية حاسبات ومعلومات من الجامعة الأمريكية في مصر، وطبعا كنت واخدة منحة كاملة، وكنت طايرة من الفرحة لأنهم اختاروني أنا بالذات، ورغم إن مجموعي في ثانوية عامة ما كانش عالي، بس أنا كنت فاهمة في البرمجة أحسن من أي دكتور في الجامعة. مش بس كده، أنا الأولى على الكلية، وأنا اللي هقف على المنصة وأقول كلمة التخرج قدام الدفعة كلها. حاجة كده تقشعر لها الأبدان، وتعتبر أكبر يوم في حياتي لحد اللحظة دي. أو ده المفروض يعني. طبعا عزمت أبويا وأمي، يعني مين هيحضر غيرهم؟ ردوا عليا بجمود وقالوا لي إنهم مش هيقدروا ييجوا. ليه بقى يا حسرة؟ قال إيه قاعدين في البيت بيجهزوا لي حفلة، المفروض دي علشان أول ما أرجع ألاقي كل حاجة وأتصدم من جمالها. وأنا البنت الطيبة صدقتهم. أصل ليه ما أصدقش؟ دول أبويا وأمي. الشخص الوحيد اللي حضر من العيلة كلها كانت خالتي ميسون، أخت أمي، والست دي ربنا يبارك لها كانت قاعدالي في الصف الأول، بتصورني مع زمايلي ومع الدكاترة، بتصور كلمتي على المنصة، بتعمل كل الحاجات اللي كان المفروض أبويا وأمي هم اللي يعملوها. وفجأة وقف العميد على المسرح وقعد يلقي خطبة كاملة عني وعن تقديراتي ومشاريعي وإسهاماتي في القسم، وفي الآخر وجه الشكر لأبويا وأمي إنهم ربوا طالبة استثنائية بالمنظر ده. ولأن أبويا وأمي مش موجودين أصلاً، خالتي ميسون هي اللي وقفت في القاعة. كل الناس بصت لها، والقاعة كلها قعدت تسقف لها. أنا فاكرة كويس إني كنت بصلها، ووشها ما كانش باين عليه الفخر قد ما كان باين عليها إنها متعصبة. كانت بتحاول تعمل فيها فرحانة عشاني، بس هي متغاظة جداً من أبويا وأمي، حاسة بالإهانة نيابة عني. خلص الحفل، وركبت أنا وخالتي العربية ورايحين بيت أبويا وأمي. وطول الطريق أنا عمالة أتساءل وأتخيل هشوف إيه لما أدخل. يا ترى عاملين يافطة باسمي في الصالة، بالونات، ورد؟ يا ترى مين من العمام والخالات والجيران هيكونوا موجودين؟ أصلهم بقالهم أيام بيتكلموا عن الحفلة دي وبيقولوا بنجهز. وصلنا البيت وأنا نازلة من العربية، قلبي بيلف من الحماس. فتحت باب البيت ودخلت، ولا أي حاجة، لا يافطة ولا بلونات ولا ورد ولا معازيم، بس كان في صرصار معدي. أبويا وأمي قاعدين في الصالة قدام التلفزيون وبيتفرجوا ببرود. البيت هادي كأنه يوم عادي، ولا كأن بنتهم اتخرجت ولا كأنها طلعت الأولى على الدفعة. إيه ده؟ فين الحفلة؟ فين الناس؟ أمي حتى ما قامت شان من مكانها، وبكل بساطة قالت لي مفيش حفلات يا لمار، أصل ريماس مقضياها عياط طول النهار وزعلانة جدا، بقالك 3 أيام سحبت العين كلها والاهتمام ليكي، والأقارب مش بيتكلموا غير عنك، وهي مش قادرة تستحمل الكلام ده. هنا أبويا دخل في الخط علشان يكمل المأساة. أيوة يا لمار، إحنا اتصلنا بالناس كلها والغينا الحفلة خلاص. تخيل معايا المشهد ده كده، أنا واقفة بفستان التخرج، ماسكة شهادة التقدير في إيدي، وأبويا وأمي بيلغوا فرحتي علشان أختي المعتوهة زعلانة إن الناس فرحانة عشاني. في اللحظة دي أنا ما قدرتش أمسك نفسي، انفجرت وقلت لهم إني تعبت. تعبت من إن كل حاجة في البيت ده لازم تكون حوالين الست ريماس ومزاجها ومتطلباتها. حياتي كلها واقفة على مشاعرها. هم حفلة تخرجي بتاع الثانوي ما جولهوش بسببها، والنهارده العميد بنفسه واقف وانتوا ما جيتوش علشان الست ريماس زعلانة؟ أمي بقى بالنبرة الهادية اللي تجيب جلطة ردت وقالت يا لمار، انتي خلاص أخدتي لحظتك وأخدتي التصفيق بتاعك والكلمة على المسرح، حاولي بقى تفهمي مشاعر أختك. أتفهم مشاعر أختي؟ طيب ومشاعري أنا مين سأل عنها؟ قلت لأمي إني مش هعدي الهبل ده، والمرة دي أنا مش هسمح إن الموضوع يمشي من غير مشاكل. هم مشيوا ورا ريماس تاني زي ما بيعملوا كل مرة، ريماس تعيط، ريماس تتقمص، فالكون كله لازم يقف. حفل تخريج يتلغى علشان حتة بنت هبلة عندها 19 سنة مش متحملة إن الناس بتتكلم عني. وفي اللحظة دي
خالتي ميسون اللي كانت واقفة عند الباب ساكتة طول الوقت بتراقب المهزلة دي اتكلمت. بصت لي وقالت بكل ثبات: لمار، اطلعي فوق، لمي هدومك وحاجتك، انت ماشية معايا النهاردة. هنا أبويا أمن على الكنبة زي المجنون، ووشه أحمر وقعد يزعق: انت مالكيش حق تدخلي بيتي وتقولي لبنتي تعمل ايه، احنا نعرف نربي عيالنا بنفسنا، دي حاجة ما تخصكيش. خالتي ميسون ما ردتش عليه بكلمة، ادته ظهرها وخرجت بكل هدوء. قعدت في عربيتها عارفة إن الجدال مع العقول دي مش هيجيب نتيجة. أبويا تحول لطماطماية حمرا لأنها تجاهلته بالكامل، وقعد يصرخ مع نفسه. أنا طلعت أوضتي وقعدت أرمي حاجتي في الشنط زي المجنونة، هدوم، اللابتوب، شوية كتب، أي حاجة تقع تحت إيدي. وأنا ماشية خلاص وخارجة من أوضتي عديت من قدام أوضة ريماس. الباب ما كانش مقفول للآخر. بصيت جوه وعيني جت عليها، أختي المسكينة اللي مقضياها عياط طول النهار ومقهورة، اللي بسببها أبويا وأمي لغوا كل حاجة. لقيتها نايمة على السرير ماسكة الموبايل في إيدها وشغالة ضحك وهزار. مفيش نقطة دموع واحدة على وشها، مفيش أي أثر يتقال إن البنت دي كانت بتبكي حتى دقيقة واحدة طول اليوم. كانت باينة كأنها عايشة أحسن يوم في حياتها. وفي اللحظة دي الحقيقة خبطت في وشي زي الصدمة الكهربائية. هي كانت بتمثل، اللعبة كلها كانت تمثيلية. عملت نوبة الغضب الدرامية بتاعتها اللي متعودة تعملها من وإحنا صغيرين. ريماس اتعلمت من صغرها إنها لو عيطت وعملت الشويتين بتوعها، أبويا وأمي هيعملوا لها أي حاجة هي عاوزاها، يلغوا خروج، يغيروا قوانين البيت، يولعوا في الدنيا عشان خاطر عينها. وما بطلتش العادة دي أبداً. والنهاردة عملت نفس الشو المسرحية عشان تلغي حفلتي، بس لمجرد إن العيلة بقالهم 3 أيام بيتكلموا عني أنا ومحدش اداها اهتمام. أنا كملت طريقي وأنا شيلت الشنط، وأبويا وأمي كانوا واقفين عند الباب. وأول ما قربت منهم عشان أخرج بدأوا يصرخوا فيا. أمي بصت لي وقالت: لو خرجتي من الباب ده دلوقتي ما تفكريش ترجعي تاني. وأبويا كمل عليها بنفس القسوة: لو مشيتي دلوقتي مفيش رجوع، سامعة؟ مفيش رجوع. ما وقفتش ولا حتى بصيت لهم. خرجت، حطيت شنطي في شنطة عربية خالتي وركبت جنبها ومشينا. خالتي ما اتكلمتش كتير طول الطريق، بس في لحظة بصت لي وقالت لي جملة واحدة: انتي عملتي الصح يا لمار. الجملة دي كانت كفاية قوي بالنسبة لي. أول ما وصلنا ادتني أوضة الضيوف الكبيرة في بيتها، كانت جميلة جدا وأحسن بمراحل من أوضتي في بيت أبويا. وقالت لي: اقعدي براحتك ومن غير أي شروط ولا ضغوط. بس أنا ما حبيتش أكون عبء على حد. أنا مبرمجة وده شغلي، وأنا أساساً عندي شغلي الخاص بين برمجة المواقع والبرامج، وحتى بعمل دورات عن الهاكر الأخلاقي، وكنت بكسب فلوس أكتر من اللي أبويا نفسه بيعملها، وده من قبل ما أتخرج أصلاً. وعشان كده أنا كنت بدفع لخالتي بدل إيجار كل شهر. بس الشغل الحقيقي، الشغل اللي كان شاغل عقلي وقلبي بجد، كان مشروع بشتغل عليه أنا واتنين زمايلي من كلية التكنولوجيا الحيوية. عشان تفهموا القصة كويس لازم أشرح لكم الجزئية دي، لأنها مهمة جداً للقصة كلها. المهم، زمايلي دول كانوا أكبر مني، وكانت فكرة مشروعي في الكلية قايمة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض عن بعد. الفكرة إن التطبيق يقدر يحلل صورة وش الشخص ويكتشف علامات السكتة الدماغية المبكرة، زي الارتخاء الخفيف في الوش أو عدم التماثل اللي الشخص العادي مش هيلاحظه. وكنا كمان بنخطط نربطه بالساعات الذكية عشان يراقب الصحة 24 ساعة في اليوم. كنا شغالين على التطبيق ده بقالنا 2 سنين. زمايلي اتخرجوا واشتغلوا في مركز أبحاث طبية، وكانوا بيجربوا التطبيق فعلياً مع دكاترة ومرضى حقيقيين عشان نصلح الأخطاء. وأنا كنت قاعدة في أوضة الضيوف عند خالتي بكتب الأكواد وبطور البرمجة. ما كانش بيدخل لنا فلوس لسه، ومحدش يعرف عنه حاجة، مجرد 3 أشخاص مؤمنين بفكرة. وفي نفس الوقت ده عيلتي كانت بتتعامل معايا وكأني مش موجودة في الحياة أساساً. قعدت عدة شهور أنا عايشة عند خالتي، قافلة على نفسي، لا بكلم أبويا ولا أمي وطبعاً ولا ريماس. وفي يوم رجعت البيت بعد ما جبت ليا ولخالتي شاورما من المطعم. فتحت الباب وبكل هدوء وسمعت خالتي ميسون في المطبخ بتتكلم مع واحدة من صاحباتها. محدش حس بيا وأنا داخلة. صاحبتها كانت بتقولها: انتي عارفة أهل لامار بيقولوا إيه للناس عنها؟ ماشيين ويقولوا إنها اتخرجت من كليتها الغالية وما عرفتش تلاقي شغل، وإنها عايشة عندك ونايمة طول اليوم مش بتعمل حاجة. صوت خالتي ميسون اتغير وسمعتها بتقول: ده كذب، لامار عمرها ما كانت عبء عالية ولا مرة. دي بتدفع لي فلوس كل شهر وشغالة على مشاريع لو شفتيها مش هتصدقي. أنا بقولك أهو، البنت دي هتبقى حاجة كبيرة جدا في يوم من الأيام، افتكري كلامي. صاحبتها ردت وقالت: طب ما هم كمان بيقولوا للناس إنهم صرفوا دم قلبهم على تعليمها وضحوا كتير عشان يدخلوها الكلية دي. هنا خالتي ميسون انفجرت فيها وقالت: الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. لمار كانت دخلت الكلية بمنحة كاملة، يعني ما كلفتهمش جنيه واحد. فوق كل ده البنت كانت بتشتغل وهي بتدرس، والأضل من كده إنها كانت بتدفع لأبوها وأمها فلوس كل شهر، في حين إن ريماس أختها الصغيرة بيدفعوا لها مصاريف كليتها الخاصة من جيبهم. وقفت في الممر، مسكت الأكل، وكان كل همي إني آكل الصراحة.
لأني فاهمة إنهم كانوا بيعملوا كده بقصد. أبويا وأمي كانوا بينشروا الأكاذيب دي عني بالعموم عشان يطلعوني أنا اللي غلط وهم الضحايا المساكين. والحقيقة كانت العكس تماماً. بس النوع ده بيموت لوحده لما تتجاهله. والشاورما مش حلوة وهي باردة الصراحة. ما دخلتش المطبخ، رحت أوضتي وقعدت وما حاولتش أصلح الإشاعات دي. أصل إيه الفايدة؟ الناس اللي تصدق كلام أبويا وأمي من غير ما يسألوني دول ناس أنا مش محتاجة وجودهم في حياتي أصلاً. وقعدت 3 سنين كاملة، 3 سنين مفيش بيني وبينهم أي تواصل، لا مكالمات، لا رسائل، لا أعياد ميلاد ولا مناسبات. لحد ما جه اليوم اللي غير كل حاجة، يوم المؤتمر الطبي الكبير. اتعزمنا هناك عشان نعرض التطبيق بتاعنا، الفكرة اللي بقالنا 5 سنين بنبني فيها، 2 في الكلية و3 بعد الكلية. وقفت على المنصة قدام الدكاترة والخبراء والإعلام وعرضت كل حاجة. إزاي التطبيق شغال في الواقع، إزاي يتجرب في مركز الأبحاث على مرضى حقيقيين، والتطوير اللي شغالين عليه بقالنا 5 سنين بالتمام والكمال. وفجأة أنا أعلنت المفاجأة الكبرى. أعلنت إننا نازلين بنسخة مجانية من التطبيق للجمهور عشان أي بني آدم عادي يقدر يحمله على موبايله ويتابع نفسه من العلامات الأولى لأمراض خطيرة زي السكتات الدماغية ومشاكل القلب، حاجات كانت بتقتل الناس لمجرد إنهم مش بيكتشفوها في الوقت المناسب. وأعلنت كمان إن عندنا نسخة احترافية للمستشفيات والعيادات بتقدر تتابع المرضى 24 ساعة في اليوم ومربوطة بالدكاترة بتوعهم بدون أي انقطاع. الإعلام مسك الخبر من هنا والدنيا قامت وما قعدتش. مقالات في كل مكان، أخبار في التلفزيون، وفي وقت قصير جدا الملايين حملوا التطبيق. ملايين من البشر بيستخدموا حاجة أنا برمجتها في أوضة الضيوف عند خالتي. وبعدها على طول جه مجمع طبي كبير واشترى مننا النسخة الاحترافية المخصصة للمستشفيات ب7 ملايين دولار. وأيوه، بالدولار مش بالجنيه. والدولار وقتها كان بحوالي 50 جنيه. طبعا قسمنا المبلغ على 3، 5 سنين من حياتنا اتعثرت في المشروع ده وكنا نستاهل كل جنيه. وأرباح التحميلات بتاعة النسخة العامة بقت ليا أنا لوحدي حسب العقد اللي كنا كاتبينه من الأول. يعني بليلة وضحاها تحولت من البنت اللي مش لاقية شغل وعالة لشخصية طالعة في التلفزيون، والجرايد والمجلات بيكتبوا عننا وعن تطبيقنا إنه ثورة في عالم الطب وهيحمي حياة الملايين. قعدت في مطبخ خالتي بعد واحدة من اللقاءات ماسكة كوباية الشاي وساكتة تماما لمدة 20 دقيقة، مش عارفة أستوعب اللي بيحصل. وفجأة الموبايل رن، لقيت مين المتصل. يعني مش محتاجة ذكاء، أكيد أمي. أمي على الخط وبصوت ناعم زي السمنة على العسل، كأن مفيش أي حاجة حصلت وكأنها ما قالتليش قبل كده. ملكيش طريق رجوع. لمار يا حبيبتي، أنا وأبوكي طول عمرنا فخورين بيكي جدا، وحشتينا قوي يا بنتي. أنا عاوزة أعملك حفلة هعزم فيها كل القرايب والجيران والعيلة كلها عشان نحتفل باللي حققتيه. أول ما سمعت كلامها ضحكت في وشها، بس قلت في سري أهو شافوا الأخبار، شافوا المقالات، وشموا ريحة الفلوس، وفجأة نفتكروا يعملوا لي حفلة، نفس الحفلة اللي لغوها من 3 سنين عشان ريماس كانت بتعيط. هم ما كانوش عاوزين يحتفلوا بيا، هم كانوا عاوزين يستعرضوا بيا قدام الناس. بصوا بنتنا عملت إيه، دي تربتنا إحنا وفخورين بيها. قلت لها بكل برود إني ما عنديش وقت للمقابلات دلوقتي. وقفت السكة في وشها. في نفس اليوم دخلت على خالتي ميسون وقلت لها يلا بينا نخرج، أنا عازماكي على عشاء في أنظف مطعم عشان نحتفل بجد، لأنها هي الوحيدة اللي تستاهل تكون معايا في اللحظة دي. هي اللي وقفت معايا في التخرج، وهي اللي فتحت لي بيتها. في المطعم كانت خالتي بتبص لي طول القعدة وهي مش مصدقة وصلنا لإيه. قلت لها النهاردة بنحتفل بصفقة بملايين وبكرة بالمليارات. بعدها بيومين جالي رسالة من ريماس، أول مرة تكلمني من 3 سنين. وعارفين كتبت إيه؟ بتقولي إني بعمل كل ده عشان أنتقم منها، إن شغلي وتطبيقي والمؤتمر والإعلام كل ده كان مجرد انتقام منها، إني بعرض نجاحي عشان أغيظها وانتقم منها. أتاري الكون كله بيلف ويدور حوالين ريماس ومشاعرها، وأنا كنت مدمرة العوالم وجاية بس أزعج ريماس بإنجازاتي. بعد شهرين أجرت شقتي الخاصة ونقلت من عند خالتي. خلاص بقى معايا فلوس، وخالتي تستاهل ترجع تاخد راحتها في بيتها. لكن بعد فترة اتصلت بيها خالتي وهي متوترة وباين إنها خايفة وزعلانة. قالت لي إن أبويا وأمي زاروها في البيت من غير ميعاد وعملوا مشكلة وزعيق عند الباب. اتهموها إنها هي اللي خلتني أكرههم وأسيبهم وما أكلمهمش. والأضل من كده قالوا إن خالتي استغلتني وسيطرت عليا عشان تاخد فلوسي، وإن ده كان مخططها من الأول عشان تسرق بنتهم وتستفيد منها. خالتي ميسون، الست اللي قاوتني 3 سنين وما طلبتش مني قشرة بصلة، يتهموها إنها نصابة. ومن بعد اليوم ده الموبايل ما بطلش رن، ورسايل أبويا وأمي نازلة عليا زي المطر. أبويا بعت لي رسالة بالنص بيقول فيها إنهم هم اللي ربوني، وإن ليا دين في رقبتهم ولازم أرد الجميل، وإن المفروض أشاركهم في فلوسي. والأجمد من كده بقى قلب الحرف، أنتِ بقيتِ غنية بفضلنا إحنا. تخيلوا بفضلهم هم. حد يرد عليهم لأنني مؤدبة ومش هرد. طنشت الرسايل وما ردتش بكلمة. وبعد كل ده أنا كملت في طريقي، فتحت شركتي الخاصة، أجرت مقر، عينت مبرمجين،
وبدأت أشتغل مع المستشفيات والعيادات بشكل مباشر. ومؤخراً اشتريت بيت كبير جداً. عملت حفلة بمناسبة البيت الجديد، عزمت أصحابي، زمايلي في الشغل، وطبعاً خالتي. القعدة كانت تجنن. وطبعاً أمي اتصلت بيا، لقيتها بتقول: كان المفروض تقولي لنا على البيت الجديد يا المار، كان المفروض تعزمينا على الحفلة. أنا ضحكت بصوت عال جداً، وقلت لها: أصل بصراحة ما حبيتش الحفلة تتلغى تاني عشان ريما زعلت. أمي اتعصبت وقالت لي إني إنسانة حاقدة وقاسية. رديت عليها وقلت: انتوا ما بتفتكرونيش موجودة في الحياة إلا لما يكون فيها فلوس، ولو ما بطلتوش تتصلوا بيا وتضايقوني هيستناكوا الأسوأ من الشرطة. وقفت المكالمة في وشها، ومن يومها ما سمعتش صوتها. ريماس اتخرجت من الكلية بعدين تقريبا، واشتغلت في كول سنتر، ولسه عايشة مع أبويا وأمي. ما أعرفش تفاصيل أكتر وما يهمنيش أعرف أصلا. أما خالتي فأنا بشوفها كل أسبوع، بتجيلي بيتي الجديد أو بروح لها بيتها ناكل سوا. وهي دي العيلة الوحيدة اللي أنا محتاجاها في حياتي. أبويا وأمي هم بس كشفوا حقيقتهم قدام نفسهم وقدام الناس. هم ظهروا في حياتي عشان الفلوس، مش عشاني أنا.